صلاح محمد صالح شاب من أبناء قرية سركومتو في سبعينيات القرن الماضي. خرج لحضور حفل عرس بجزيرة سرقت، فمنذ تلك الليلة حتى يومنا هذا لم يعد من تلك الرحلة الطويلة. كان صلاح هذا صديقا للشاعر الأستاذ سري محمد عثمان أبو طه ابن قريته. حاول الشاعر سري بعد أن فقد صديقه هذا أن يقترب قليلا ليفك طلاسم هذا السر أو هذا اللغز المجهول عن أين راح صلاح، وهل هو ما زال حي أم ميت، وأين هو الآن. بدأ يتساءل، وطبعا الأسئلة يعني مشروعة في مثل هذه الأشياء. فالشاعر سري يعني يتأثر بهذا الرجل الذي خرج ولم يعد، ويحاول أن يفك طلاسم هذا السر المجهول. فإلى مضابط تلك القصيدة التي هي تحت عنوان خرج ولم يعد بعد. أخبرينا عن صلاح أين راح، تاركا في الناس ألوان الجراح، بين صمت وسؤال ميت فوق الشفاه. نسأل الشاطئ والنيل هما كانا رؤاه، نسأل الوديان فيها ربما ضل وتاه، ربما استنجد يوما عندما خارت قواه. كم حجزنا صوته خوف صداه، وتظاهرنا بحزن وذهول ونواح. إننا خناك يا حبا فقدناه صلاح، إننا خناك يا حبا فقدناه صلاح. يا رفيقا مخلصا لي في صباه، وبشوشا حين كنا نتلقى العلم أشبالا صغار بين لعب وصياح. حين كنا نلتقي في غرم الخلوة في كل صباح. إننا نأمل أن ترجع يوما في سرور وانشراح، ونقضي العمر في تيلة بحب يا أخاه، ونقضي العمر في تيلة بحب يا أخاه.